مستشفى الشاطبي تحت النار، طبيبة تكشف اتهامات صادمة ونقابة الأطباء ترد. اللي بيحصل جوه مستشفى الشاطبي الجامعي في اسكندرية واللي السوشيال ميديا مقلوبة خلال الساعات الأخيرة. القصة بدأت لما طبيبة امتياز نشرت شهادة مطولة عن فترة تدريبها داخل قسم النساء والتوليد، واتكلمت فيها عن وقائع قالت إنها شافتها بنفسها، منها معاملة غير إنسانية لبعض السيدات أثناء الولادة، وضغوط نفسية، وسوء معاملة للأطباء حديثي التخرج. البوست أثار موجة كبيرة من الجدل وخلى سيدات وأطباء يشاركوا تجارب وشهادات مشابهة. لكن إيه كان الرد الرسمي؟ نقابة الأطباء أكدت إنها بتتابع كل اللي بيتقال، لكنها أوضحت إنها لحد دلوقتي ما استلمتش أي شكوى رسمية أو مستندات موثقة بخصوص الوقائع المتداولة. النقابة وجهت رسالة واضحة: لو عندك دليل أو تعرضت لواقعة قدم بلاغ رسمي للنقابة أو إدارة المستشفى أو النيابة العامة. وفي نفس الوقت شددت على رفضها التعميم أو التشكيك في وجود أطباء مصر، وأكدت إن أي تجاوز يثبت هيتم التعامل معاه بمنتهى الحسم والشفافية. دلوقتي الكل مستني الحقيقة الكاملة تظهر من خلال التحقيقات والمستندات. والسؤال ليكم دلوقتي: هل السوشيال ميديا بقت أسرع طريق للحق ولا الإجراءات القانونية هي الحل الوحيد؟